ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض سمك ورز صياديه مع بعض. انا هنا حاطه شويه زيت وعليهم بصلايه مقطعه مكعبات صغيره وسايباها تتحمر. السمك ده انا كنت غسلاه ونقعاه في الميه بملح وليمون ودقيق ساعه كامله، وبعد ما نقعته ساعه حطيت فيه الدقه دي، اللي هي عباره عن ثوم وفلفل وطماطم وليمون وخل. حطيت الدقه دي فيه وسبتهم ساعه، قصدي نص ساعه في التلاجة. هنحطها هنا الخلطه دي، آه، دقيق على نشا وشويه ملح وشويه كمون وشويه فلفل. هنعمل السمك مع بعض في الدقيق. كده السمك وننفضها كويس من الدقيق بعد ما عملناها ونروح نحطها. ده زيت كتير وسخن هننزل فيه بالسمك. انا هعمل سمكه كمان واحطها معاها وارجع. احنا مش عايزين النار تبقى عاليه قوي عشان خاطر يستوي من جوه وينشف. هنا ما ننساش البصل عشان ما يتحرقش معانا، احنا واخدين بالنا منه. في ناس بتحب تحطه على الدرجه دي يبقى لونه فاتح شويه، انا بحب لونه غامق. هو اصلا بيبقى لونه غامق، بيبقى لونه فاتح. ما تحطيش كده ما اتحرقش ولا حاجه عشان محدش يفكره اتحرق. هو اصلا بيبقى لونه احمر قوي، عشان كده بفضل اعمل البصل الاصفر عشان بيبان فيه كل الدرجه كويسه اللي انا عايزاها. انزل بالماء، هحط توابل ملح وفلفل، هغطيه واسيبه بقى يغلي وبعدين انزل بالرز. السمك انا بقلبه كذا مره وهو على النار عشان يطلع ناشف وجميل. يعني بقلبه على الناحيه دي مرتين ثلاثه، على الناحيه دي مرتين ثلاثه عشان يبقى ناشف وجميل. هنطلع السمك مع بعض، نطلعه كده نصفيه من الزيت. سامعين؟ مش عارفه سامعينها ولا لا. ما شاء الله ناشف وجميل. هكمل انا قلي الباقي على ما الرز ما يستوي، على ما احط الميه تغلي يعني واحط الرز الميه غليت معانا اهي، هنزل بالرز. شايفين الرز جميل جدا ولونه حلو جدا وبيلمع وتحفه ما شاء الله. هاي يا اخواتي، ايه رايكم في الرز مع طبقين سلطه كده حلوين والسمك؟ يلا جربوه وقولوا لي ايه رايكم.